في بعض من الحريم الله يهديهن موضوع الستر عندهم مضروب، وايد تتساهل امام الاجنبي والعامل. مثلا راعي الخياط، راعي المطعم، في محطة البترول، حتى في اللفت اذا وياها عامل اجنبي وايد تتساهل، تسولف وتضحك وتصقع وضحكتها توصل اخر الشارع، والشيلة مفتوحة عادي والقصة طالعة عادي. بس من يدخل عليها مواطن وكأن ابليس داخل عليها. انا بديت اشوف وايد في الخيايط تدخل، يعني قبل لا تدخل ماخذه راحتها مرة في كل شيء. انت تدخل تتلحف وكأن العامل اللي في الخياط محرمها احد محارمها. حتى في المطاعم هي اللي قدم الطلبية غريبة شو هالتفكير يعني. اذا انتم وجهة نظركم يعني انتم تعتقدون ان المواطن له نية شينة اذا شافكم، لا 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 لا، اذا انتم هذا تفكيركم هذا عامل متغرب وتارك حرمته سنين. الاولى اذا هذا تفكيركم تحاتون هذه الفئة. وثاني شيء الستر امام الرجال بشكل عام، مواطن اجنبي مقيم، الرجل بشكل عام انت الواجب عليك الستر امامه. غريبة شو هالعقلية، تتساهل وماخذ راحتها، لكن لا المواطن لا لا, لا تلحف وتغطي وهذا سكتي مواطن. صدق والله ليش؟